الشاعر قتلتني يا عدوة الله. وإذا الإمام يستنجد بمن نادى أخي أبا عبد الله، ما إن حضر الإمام نظر في وجه الحسن وقع بصره على شفتيه، وإذا بشفتي الإمام قد تيبستا من حرارة السم. بكى الحسين مناديا وأخاه، الإمام الحسن وهو بهالحال قال تبكي أبا عبد الله؟ قال وكيف لا أبكي لحالك سيدي؟ قال أخي لا يوم إلى يوم كيومك يا أبا عبد الله. ثقل حال الإمام وكأني بأم المصائب زينب جاءت تدخل إلى دار أخيها وهي تنادي بلسان الحال أن الفاقد أمي وبي، أن الفاقد أمي وبي، وأن الجاية عافى الخير خواتك يمه جني يردني شبعا شوف مني خويا دي بحب شت عني. أجركم الله. وفي مثل هذا اليوم ثقل حال الإمام عند احتضاره، عرق جبينه، سكن أنينه، أغمض عينه، عدل يديه، مدد رجليه، أطبق فاه، وفاضت روحه. غسل الإمام كفين وضع على ذلك النعش. خرج الحسين من خلفه بنو هاشم، حملت جنازة الحسن، وصلوا ناحية مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله تنفيذا لوصية الحسن: جددوا عهدا بقبر جدي فإن مانعوكم بحقي عليك أبا عبد الله لا تهرقوا ملء محجمة الدم. وإذا بالمنادي من خلفه مروان ومعه الجماعة: لا تدفنوا في بيتي من لا أحب. وإذا السهام تصيب نعش الإمام، أيوا إماما. وضع بنو هاشم أيديهم على مقابض السيوف، يقدمهم أبو الفضل نادى الحسين: أخي عباس بحقي عليك. عادوا بنعش الإمام إلى الدار. يقول السيد بن طاووس: وقد أصيب جسد الإمام، أيوا إمام. شوف ظلامة الحسن حتى بعد موته. تزعت السهام، رفعت الجنازة، وكأني بالمنادي أم المصائب: إلى أين أبا عبد الله؟ قال: أخي إلى أرض البقيع. شالوا الجنازة والوديعة تصيح بالويل لجنازة المسموم. ريض يا ابو سكن بن عيش، حلو الجهاد نشرع لتابوته المشكر هالعظم، سفر الجفن عن غرته
ودعه ايتام. وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، ريض يا ابو سكنه بجنازة حلو الاطباق، وعرج بتاموته على مكسورة خلى على الروضة وخلنا نجدده. وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، أدهن رأسي أم تطيب مجالس. يا الله يا الله.